السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، شلون صح؟ إن شاء الله بخير. آه، الجزء الثاني أو تكملة القصة، شلون طلعت من تركيا لحتى وصلت ألمانيا وكيف وصلت ألمانيا. وصلنا الفيديو السابق. طبعا أول شيء حلقة شعري، في هون صاحبي بالكامب فحلق لي شعري يعني ماشي الحال، مزبط لي الأمور، الله يسامحه عني مو حلقة هسه. المهم بالفيديو السابق طلع حكينا انه شلون كانت صعوبات غابات بلغاريا، وشلون كان التشديد لما ركبنا بالسيارة وضلت السيارة تفتل بنا 16 ساعة بسبب التشديد من قبل السلطات البلغارية بالحواجز المتحركة، الطيارة مثل ما بقولوا عنها، وشلون المهرب كان يكذب علينا الله يلعنه ويلعن كل شيء مهرب مثل حكيته. كملنا القصة حتى وصلنا صربيا. طبعا بعدنا انه مشينا يوم كامل على اساس هو 3 او 4 كيلومتر راح نمشي ونصير بالاراضي الصربيه، وعلى اساس انه بس وصلت انت الاراضي الصربيه ما ظل عليك اي خطر وخلاص. بتجيك السيارات ايضا عشان تشيلكم وتكمل بيكوا لجوا صربيا او على حدود الصربيه المجريه اللي هي في كامب سنبر. المهم وصلنا صربيا بعد مشي ما يقارب 7 أيام، اللي هي على أساس راح نمشي بس نهارين، مشينا 7 أيام تقريبا. الساعة 8 الصبح، السيارات على أساس عم تستنانا. وين السيارات يا فلان؟ شوي بتجي أو خلاص خليكم مكانكم، المسويات عند المغرب تجيكم السيارات وبتحملكم بتوصلكم يا إما على العاصمة الصربية أو على كامب سنبور. إجا المغرب، السيارات ما اجت. اتصل المهرب قال السيارات جاي، جهزوا حالكم، اقطعوا النهر، روحوا على طرف قريب من الاستراد مشان السيارات تشيلكم. تخيل انت كمية الكذب والدجل اللي عند هالرجال هذا وعند هالمهربين بشكل عام، يعني مو بس هو، كثيرين ناس بيسردوا لك قصص عنهم يا لطيف. قصص تهريب البحر واخطرها اخطر. تخيل اسحب سلاح الواحد كله تطلع بالبلم، يا اما ما بضمن لك رجعه، يعني تهديد بالقتل. هي عم بوصل على البحر وانت دافع التشييك وشفت انه بيركبك ببلم، هو عبارة عن قارب منفوخ بالهواء، يعني نايله بأي سكين تضرب هالقارب هذا بفش وبتغرق انت واللي معك بالبحر، او اي حادث ربما يعبي بيكم البحر. فاذا ما قبلت تطلع بسحب عليك سلاح بصير الامور غصب، انه ما بتطلع الا غصب، او احتمال يعني هو تهديد ربما ما يقتلك بس تهديد رسمي، او بيجوز يكسر جسمك من القتل. المهم المهرب تبعنا على اساس انه خلاص طلعوا على الاستراد تجيكم السيارات. طلعنا على الاستراد، وين السيارات يا فلان؟ ما اجت. 5 دقائق وجيتكم خلاص. نتجهز نستنى نص ساعة 3 4 ساعة ما جت السيارات. الو البوليس واقف، مشان هيك السيارات ما حست تعدي. بعد ساعتين شوي بلكي بروح الحاجز بلكي كذا، وعلى اساس وكلها بنسمع انه بس وصلت صربيا ما بي لا بوليس برجعك، ولو كمشوك ما برجعوك. لا المهرب خوفنا، والبوليس ولو شافوا البوليس الصربي انه بي سيارات محمله ناس كمان احتمال قال ترجعكم. يلا تمام ماشي ما في مشكله نستنى. بليلتها كان الجو بارد لدرجه انت قاعد قريب من النهر، عم تكون قاعد قريب من النهر، بكون يعني الجو رطوبه وبارد، يعني عذاك بروده النهر. الجو كان يعني انا صحيح بالصيف طلعت، بس من بعد تركيا لا تفكر انه الصيف صيف، لا لا اوروبا صيفها حاليا. امبارح كان مطر وبغير منطقة بثلج كمان. معنا الاولاد اللي معانا يرجفوا من البرد. الحرمية اللي معانا كمان المرأة، ناهيك عن اكل ما كان معانا، يعني على اساس تجي السيارات معاها اكل ومعاها كل شيء. يا فلان ترى المرأة والاولاد ما بقى يتحملوا، ونحن نفسنا نحن ما بقينا نتحمل، فشلون الولد والمرأة؟ الاولاد معانا 3 اولاد ومرأة يعني. عرفنا المهرب انه عم يكذب، انه الامور بيها لخبطه وعم يكذب علينا كذبه رسميه. فبقينا احسن نقاوم، صرنا بدنا ننام، وبهالبرد ما بتحسن تنام، فاضطرينا انه انا شطحت بالارض وقلت لهم ناموا علي. صار هذا يجي يرتكي، هذا يجي يحط راسه، هذا اللي يتمدد بحدي كمان، مشان ايش؟ ندفي بعض مشان نحسن ننام. تخيل صارت بينا مثل الصفرة، مثل الحيوانات يعني، مشان ايش؟ نحسن ننام. وما يعني
عم ترجف وبدك بس عيونك عم تغفى وعم ترجف ما عم تحسن، فلمينا على بعض مشان ننام. فجأة بتصل المهرب بجتكم السيارة تقوم، ورجعنا والله فزينا عند قمت حتى حيل ما بيني اوقف، حسيت بدوخة، جسمي كله خضران من انه مو بناس نايمين فوق بعضنا واحد بعضنا، فالدم خضران. طلعنا على الطريق، استنينا كمان نص ساعة ما اجت السيارة. قال البوليس لساته موجود، خيو خلاص روحوا لفوا بالطرف الثاني مشان السيارات بالنقطة الفلانية بعيدة عنكم شي 2 كيلو، عم تستناكم هنيك، من هذيك النقطة راح تحملكم. هون الساعة تقريبا 4 الصبح، بعد ما بعرف يعني لسه مو مجهز الضوء على السوا. فبده يانا نرجع نقطع النهر من العكس ونمشي بحرش كله تشوك ومعشعش وغربيان على النهر، على مية النهر مرطوبة النهر. فهذا الحرش صعب انك تقطعه، يعني اذا بدك تروح، يعني قلنا له احنا هذا الحرش جينا اليوم فتنا قطعنا منه، هي ما في مسافة 500 متر تشلخنا تشليخ بسببه. فشو بدنا نرجع نروح بالمقلوب؟ ما بقى بينا حين نمشي او نقطع او شيء، جرينا وقت شينا وإن نرجع نقطع النهر اللي بيه المي الباردة ونحن من غير شيء ميتين من البرد، فما قبلنا. قمنا والله قد ما طفرنا وكرهنا، مشينا على الطريق الزفت نفسه اللي كنا واقفين عليه، مشينا باتجاه اللي على أساس بيه بوليس، لأني ما بقينا نصدقه، حسينا إنه عم يكذب كذبة رسمية. مشينا على طريق الزفت 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو تقريبا 4 كيلو ما في لا بوليس. قطعنا الضيعة اللي نحن على أساس إنه هون بهي الضيعة بي على أساس بوليس، قطعناها وما بي لا بوليس ولا بطيخ. ومشينا على الزفت، طلع المهرب يا مرحوم الباي عم يكذب علينا، عم يسحب بينا طول الليل لأني ما عنده سيارات. إيه ما عنده. لما وصلنا النقطة اتصلنا على المهرب كم مرة ما يرد فورا. قال كنت نايم. تمام خيو، وين السيارة؟ خليها تيجي تاخذنا. قال هلا بتصل لكم على الشوفير تيجي تاخذكم. قلنا له وصلنا النقطة اللي انت حطيتنا بيها يا فلان. والله نص ساعة ساعة قلنا له والله معي صاحبي وجهه وجهه وانتفخ احمر وازرق، رطوبة مي طبعا تمطر علينا، نسيت اقول لكم تمطر علينا الدنيا، وبرد ونعس وجوع. المهم كمان راحت شي نص ساعة صار ساعة 8 9 ما جت لا سيارة ولا شيء. شو في خيو ليش ما جت السيارات؟ اتصلنا عليه قال الشوفيرية ناموا بالاوتيلات بالضيعة الثانية. إيه الله يلعنك يا ابن الكلب، السيارة او الشوفير لما كنا ببلغاريا وشالتنا الشوفيرية حملونا بالسيارات الساعة 3 بالليل يجوا يشيلونا، ما حسوا لأني كان بي حواجز طيارة، فضلوا يروحوا ويجوا كشافات تروح وتيجي للساعة 9 الصبح ركبنا بالسيارات. يعني تخيل انت هالوقت هذا كله لا شوفير راح نام، وشلون اصلا منطقي يعني شوفير عنده رحلة، عنده خطر، عنده امور او عنده يسبيها خطر ودي يكسب منها مصاري بجزء آلاف الدولارات، بده يعيفها ويروح ينام، عنده شغل، هذا شغله هلا بهالوقت هذا يكون نايم بالنهار وسهران بالليل مشان ايش؟ مشان هيك امور. وحتى بضل ليلتين 3 من غير نوم مشان يكسب هيك مصاري. ليه هالكذب هذا كله؟ تناقرنا تصايحنا ما بعرف ايش يا فلان. خلص ساعتين نوم الظهر بيجيكوا الاكل وبيجي يا فلان والله متنا من الجوع، والله متنا من البرد. قمت انا لجيت وصرت بدي اروح اسلم حالي. رحت قلت بدي ارجع افوت على الضيعه اشوف ادور على مقر البوليس، اني ممكن يقولوا بي حاجه حواجز، بدي اروح ادور على مقر البوليس واشوف شي واحد من البيوت اقول له انا جوعان خيو طعميني. ما حد فعل يروح معي من الجروب لانه كانوا مخوفين بالفعل انه بس كمشكم البوليس راح يرجعكم، مع اني ما كنت اسمع ولا الحكي الا لما وصلنا الريبر اللي كان معنا صار يهددنا بهالشيء انه ترى البوليس بجوز يرجعكم ولاني نحن قريبين على الحدود، والمهرب يقول هالحكي هذا. فواحد تعب كل هالتعب هذا بخاف من هالامور هاي، لان تعبت انت هالتعبها وهالجبال هي قطعتها مو انا بس جد طفرت فرحت اسلم حالي، اذا بي بوليس اسلم حالي وبدي اكل. والله يا مرحبا بي رحت على اول بيت بي عنده غنم، بين هيك راعي غنم وبيت غرفتين قريبات بعضهم، فاقبلت والزلمه شافني انه انا بي ما اقبل عليه، فطلع كان بي حوالي حرمه، فطلع هو من كوخة الغنم وقال لي ايش بدك؟ ما فهمت عليه شو هو طريقه الحكي، بس عرفت انه قلت له I am hungry I am Syria، انه انا سوري انا جوعان. فوالله الزلمه قال لي خليك عندك. طبعا كلبه عنده هذا راعي عنده كلب رقد علي صورة ابن الحرام،
ما بيني حيل ارقد. ظليت واقف مكاني عند الاقبل، قرب مني بقي كم متر، صاحبي صوت قام الكلب بس مر مكانه وقاعد يزاورني، وقف يطلع علي لا يرجع ولا خلاص وقف عندي. المهم والله الزلمه راح جاب لي جبنه وجاب لي لحم مدوره، فكانت خفت لا تكون لحم خنازير، ما اكلته، مو قطع الجبنه على السوا، اكلت جبن. قلت له بي بوليس، بدي انه بوليس اروح اسلم حالي لبوليس. قام قال لي اوه جو 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 5 كيلومتر كمان هيك لسه بي 5 كيلومتر على الضيعه الثانيه بينك بوليس. طلعنا طول الليل المهرب عم يكذب علينا ونحن خايفين، والله يلعنه، والله الله يلعنه. ومع ذلك ما اعترف علينا ولا جاء اخذنا للظهر. تاجت نحن قمنا شغلنا نار، الشباب ربعي رجعت عليهم بجسر، صار تمطر علينا اماكن بنهر وبجسر، فطرف من الجسر اللي بحد النهر من تحت ما يغامرتوا المي، فرحنا تحت هون شغلنا النار والناس تعدي من فوقنا على الطريق تروح وترجع، والمهرب ما يرد علينا. قاموني سبحان الله حدا مخبي شلون صار الموضوع ما بعرف. المهرب يقول كمان خلص ساعتين، قلنا له خلص نسلم حالنا، احنا هددنا المهرب هالحكي هذا، قال خلص ساعتين نوب تجيكم السيارة، ما جتنا سيارة ولا شيء. فسبحان الله من جتنا المنظمة للاتحاد الأوروبي تبع اللاجئين. فهن مسكونا، هن اجوا علينا اخذونا، مسكوا لا ما مسكونا، اخذونا. كان معنا شاب بيحكي باللغة الإنجليزية ماشي حاله، هو اللي صار يحكي مع هذا الرجل المنظمة. بصراحة كانوا كتير لطيفين وجيدين يعني جماعة، الله يعطيهم العافية. المهم فهن يجوا جابونا سيارة دلمش كبير، ركبونا بيها وأخذونا على الكامب القريب من هي المنطقة، بعيد ما يقارب 30-40 كيلومتر. المهرب تبعنا ابن الكلب لا اعترف ولا بعت ولا سوى شيء. وصلنا على الكامب هنيك ريحنا نهار. المهرب صار تواصل بده يبعث لنا سيارة تشيلنا من الكامب مشان نفك له التشيك. طبعا بهذا الكامب بمافيات، بيه مغاربة وبيه سوريين، بس أكتر شيء مغاربة هذا الكامب، بيه مغاربة وأفارقة بس مغاربة أكتر شيء. بعضهم حتى إذا جيت أنت جديد بهددوك إنه بسحبوا عليك سكين بده يشلحوك $100 كذا. إذا لاقوا شافوا الجروب اللي معاكم إنه بيهم ضعف، إنه إذا هددوا واحد بسحبوا بعضهم البقية فبشلحوا كذا واحد منكم $100. أو إذا جيت تطلع من الكامب كمان يعني الأمور عويصة. جانا تهديد من المهرب انه اذا ما بتروحوا مشان تفكوا التشيك وما بتكونوا مع الطريق راح ابعث لكم ناس من هذول المغاربه من المافيات يفوتوا عليكم ويشرموكم تشريم بالسكاكين. يا اخي يا ابن الحرام. المهم ما لنا بالطويله، قالوا لي والله بعثنا سياره ثاني نهار شالتنا، رحنا بيها على بلغراد هي العاصمه، من العاصمه شالونا فورا كمان بسياره تكاسي ثاني على كان بسمر اللي هو على الاتفاق اللي احنا بدنا اياه. بس شوف ايش سوى شنطتنا، هالشنطه هي. فهون وصلنا فكينا التشيك للزلمه الله يلعنه ويلعن ربعه. طبعا هون بالمنطقه هي وصلنا له حتى ما رحنا على الكامب، لان الكامب كله مهربيه. انت تيجي كشخص لاجئ تيجي تقعد هون بالكامب، ما عندك اي حقوق بالكامب هنيك. طبعا كامبات صربيا غير كامبات المانيا، هنيك كلها مهربيه القاعدين بالكامبات. ما اصلا ما بصير الواحد يقعد اكثر من 3 أو 4 شهور بقلب الكامب، اما هذوك مستوطنين ساكنين بقلب كلها مهربين ومشلحين. فقعدنا بوتيل نحن عند وصلنا على الأوتيل على أساس سكن، لا السكن على حسابك انت هذا السكن مال المهرب، بس انت بتدفع بالليلة 15 يورو وأكلك وشربك على حسابك. وحططونا أيضا آجار التكاسي اللي جابتنا منها من بلغراد العاصمة لهذا الكامب 120 يورو لكل شخص. يعني المهرب فوق ما هو لازم يوصلنا على هذا المكان، وبعد شنطتنا إياها حطتنا هي المصاري. أنا عادة طولت بالقصة وقررت تصير 15 دقيقة وأكثر من 15 دقيقة ما بحسن أنشر على اليوتيوب حاليا، ما بعرف ليش. فإن شاء الله بعدين بنكمل كمان فيديو قصير عن ألمانيا أو شلون وصلت على ألمانيا. وخير إن شاء الله يا حبايبي القلب. بأسئلة بعضكم سألني إياها بالتعليقات الفيديو السابق، في بعض الأسئلة عم سألوني إياهم بالتعليقات، راح أجاوب عليهم إن شاء الله بالفيديو القادم. وراح أحكي بيه الفيديو لأن الفيديو راح يكون قصير، راح أحكي بيه شلون جيت من صربيا لألمانيا، لأنه هون الأمور الحمد لله صارت سهلة بعد ما وصلت وبلشت بالتهريب من هنيك لهون، صارت الأمور سهلة كتير. راح أحكي بها أيضا بأمر سريع، وراح أجاوب على بعض الأسئلة اللي عم تسألوني إياها بكرة إن شاء الله. تحياتي لكم، لا تنسوا حط الإعجاب والتعليق والمتابعة. السلام عليكم.